احكي لي شويه عن شغلك. انت شغال ايه اصلا؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله على محمد. طيب انا بحب بيزنس اصلا خلاص كده. امير يعني سمول بيزنس مان كده، واحب جدا على، وانت عارف حاجات من اللي انا عملتها. انا فتحت صيدليه وفتحت مطعم واشتغلت في التعليم وفتحت شركه ليها علاقه بالتعليم، ودلوقتي الحمد لله فاتحين بيزنس ليه علاقه بالتريننج. يعني فتحت اكتر من بيزنس. ولو رجعنا خطوتين لورا، الاصل جزا الله ابويا وامي عني خير، عشان حتى لا ادعي ان انا الانسان العصامي اللي بدا من الصفر وبتاع، ولا انا الانسان اللي بدا من 6 صفار برضه يعني اللي هو بابا قال لي يا ابني ابدا من 6 صفار وبتاع، لا برضه مش ده. انا بدات بمليون. فاهم بالظبط كده. فاكر البوست اللي كان انتشر ده، اللي هو بابا قال لي خدي $1,000,000 ده ابدأي بيهم ومالكيش دعوه بحاجه بعد كده. وانا لو عندي دول انا هقف اصلا خلاص، الناس بتنتهي، انا هعيش هنا. اللهم صل على النبي. فجزا الله ابي وامي عني خير، يعني احنا بفضل الله. وده على فكره كثير من الدعاء الموجودين دلوقتي احنا اصلا ولاد ناس، يعني احنا اصلا يعني الحمد لله رب العالمين. انا والدي دكتور جامعه، والدتي دكتور الجامعه، وعايش طول عمري في مصر الجديده، ويعني فانا اتربيت الحمد لله رب العالمين ان احنا ميسورين الحال، يعني الحمد لله رب العالمين. فانا جاي من باك جراوند ميسوره الحال الحمد لله رب العالمين. فده لما اتخرجت من كليه صيدله رحمه الله على والدي، حط لي اول حاجه ابتديت بيها بقى بيزنس في حياتي، اللي هو ايه، ليك عندي يا ابن الحلال هعمل لك صيدليتك وعوم. فجزاه الله عني خير. فبدا الامر بصيدليه. الصيدليه الحمد لله رب العالمين جابت الثانيه ما شاء الله. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اراد بقى بعض الهزات اللي ليها علاقه بالبلد بشكل عام، وانا كنت صيدليتي في مكان قريب من هذه الهزات، فادى الى انه لا خلاص مش قادر اكمل. فانطلقت من الصيدله الى عالم التدريس، فاشتغلت مدرس فتره. من خلال التدريس فهمت الولاد ناقصهم ايه في المدارس، فابتديت اعمل مشروع له علاقه بتربيه الولاد في المدارس، ثم فتحت مطعم، ثم قفلت المطعم، ثم استمر مشروع التدريس. فمشروعي الحالي حاجتين، عشان انا اديتك كده بريف سريع بس عشان نتكلم عن البيزنس الحالي. فالبيزنس الحالي عندي حاجتين. عندي شركه ليها علاقه بالشباب من اول سن الطفوله، بنتكلم مثلا من سن 8 سنين وصولا لسن ال 16 وال 17 وال 18 سنه. ده اللي هي مايند بيلدرز اكاديمي.